فحركة التجارة العالمية لا تنضب ولا تتوقف، وفي سبيل السيطرة على خطوط الملاحة العالمية تسارع الدول إلى حجز مواقع لها على الخارطة. فبأي ثمن ولأي ثمن تتنافس دول مثل الصين والإمارات وتركيا وقطر؟ في هذا الفيلم نقف عند المسافة صفر من كواليس الصراع ونجول بين أكثر موانئ القرن الإفريقي أهمية استراتيجية لتفكيك مشهد حرب الموانئ. لتوها وصلت سفينة PIL السنغافورية إلى ميناء دورالي للحاويات في جيبوتي، المركز التجاري الرئيس لشرق قارة إفريقيا. حركة دؤوبة على مدار 24 ساعة لا تتوقف طوال العام. يستقبل الميناء نحو 850 ألف حاوية سنوياً وفقاً لإحصاءات البنك الدولي، الذي يعتبر موانئ جيبوتي من أكثر الموانئ تطوراً في العالم. كما صنفت منظمة التجارة العالمية جيبوتي رابع أفضل دولة إفريقية قامت بتحسين قدراتها لربط الدول ببعضها شرقاً وغرباً بالتوازي مع التوسع الاقتصادي وارتفاع معدلات النمو لشركتها التجارية الرئيسية إثيوبيا، التي تربطها بموانئ جيبوتي سكة حديد لنقل البضائع التي تسافر منها وإليها. جيبوتي واحدة من أصغر دول القرن الإفريقي وتقع على الساحل الشرقي له. يضم القرن الإفريقي 4 دول: جيبوتي حيث نقف، إريتريا، الصومال وإثيوبيا. تبلغ مساحة جيبوتي 23,200 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها حوالي 900 ألف نسمة. تقع جيبوتي عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وتشكل جسراً بين الشرق الأوسط وإفريقيا. تحدها من الشمال إريتريا، بينما تحيطها إثيوبيا من الجهتين الشمالية الغربية والغربية الجنوبية، ويحدها الصومال من الجهة الجنوبية الشرقية، وفي الشرق منها مضيق باب المندب وخليج عدن. هذا ما جعل جيبوتي بوابة شحن هامة للسلع التي تدخل وتخرج من مرتفعات شرق إفريقيا، وتلك الشحنات المتبادلة بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. نحو 25 إلى 30% من التجارة الدولية تعبر البحر الأحمر من خلال باب المندب القريب من موانئنا. لذلك نريد أن نحصل على حصة كبيرة من هذه النسبة، على الأقل من حجم أعمال إعادة الشحن من خلال سواحلنا. منذ استقلال إريتريا عام 1993 وفقدان إثيوبيا منفذها البحري الوحيد على البحر الأحمر، عملت جيبوتي على توسيع البنية التحتية لموانئها لتلبية احتياجات إثيوبيا التي يزيد عدد سكانها عن 100 مليون نسمة. وعليه أوكلت جيبوتي في العام 2000 إدارة مينائها القديم إلى ميناء دبي الدولي، الذي عرف فيما بعد بشركة موانئ دبي العالمية. لاحقاً أسست جيبوتي في العام 2006 ميناء دورالي للحاويات بشراكة مع موانئ دبي، التي قامت بتصميمه وبنائه وتشغيله بعد منحها امتيازاً آخر استحوذت به على 33% من حصة الميناء لمدة 30 عاماً، بينما احتفظت حكومة جيبوتي بالباقي. افتتح ميناء دورالي للحاويات في عام 2009. نستقبل يومياً بمتوسط سفينتين، أحياناً 3 سفن وأحياناً واحدة، لكن المتوسط هو سفينتان يومياً. ما هي الخدمات اللوجستية التي يوفرها الميناء؟ الخدمة التي نقدمها هنا إلى السفن التي تأتينا هي تفريغها وتحميلها في وقت محدد، ثم تتجه السفينة إلى ميناء آخر. التفريغ وإعادة الشحن هي هدفنا الأساسي، ونحرص على أن تقدم الخدمة في أقل وقت ممكن.
إذا حققنا ذلك يكون كلا الطرفين راضيين. بعد ذلك تغادر السفينة ونقوم بالخدمة اللوجستية التالية، وهي نقل الحاويات إلى أماكن التخزين المخصصة لها، ومن ثم توصيلها إلى العميل سواء في جيبوتي أو إثيوبيا. هذه أهم الخدمات اللوجستية التي نقدمها في الميناء. أنفقت جيبوتي على الميناء نحو 90 مليون دولار ضمن رأس مال قدره 133 مليون دولار، بينما دفعت شركة موانئ دبي نحو 45 مليون دولار وفق العقد المبرم بينهما. أي الخدمات اللوجستية الأكثر دخلاً للميناء؟ لدينا في الميناء 3 أنواع من الزبائن: العمل المحلي والعمل الإقليمي الذي يأتي من الدول المجاورة وبشكل رئيس إثيوبيا، والعمل الدولي الخاص بإعادة الشحن. لذلك بالنسبة لدخل الميناء فإنه يعتمد على حجم الخدمات المقدمة. اليوم حجم الأعمال الأكبر يأتينا من تجارة إثيوبيا، تليها جيبوتي، وأخيراً أعمال إعادة الشحن الدولي. هدفنا الاستراتيجي في المستقبل هو زيادة أعمال إعادة الشحن الدولي، لأن دخلها أكبر بكثير من المحلي والإقليمي. من أجل منافسة موانئ أخرى كبيرة على البحر الأحمر مثل ميناء جدة السعودي الذي يتسع ل4 ملايين حاوية، وعلى المحيط الهندي مثل ميناء صلالة في عمان الذي تبلغ سعته 3.5 ملايين حاوية، تطمح جيبوتي إلى رفع كفاءة وقدرة موانئها لتتحول إلى مركز إعادة شحن دولي في المقام الأول، كونها تنفرد بموقع استراتيجي لا تتمتع به موانئ أخرى تعتمد على نشاط إعادة الشحن، مثل ميناء جبل علي في الإمارات الذي يستحوذ على حصة الأسد بطاقة استيعابية تبلغ 22 مليون حاوية سنوياً. لكن طموح جيبوتي قوبل على ما يبدو برفض من قبل شركتها موانئ دبي التي عارضت إنشاء موانئ أخرى على الساحل الجيبوتي مثل ميناء دورالي متعدد الأغراض الممتد من ميناء دورالي للحاويات. هدف حكومة جيبوتي هو تقديم حلول لوجستية متكاملة للعميل. كان لجيبوتي ميناء واحد، الآن وخلال 10 سنوات أصبح لديها 5 موانئ جديدة بالإضافة إلى سكة حديد أخرى في الطريق. لذلك تقدم جيبوتي حلولاً متكاملة إلى دول الجوار من أجل تقديم خدمات أفضل. أنشئ الميناء المتعدد الأغراض بهدف تلبية الخدمات اللوجستية لدى سفن الشحن وحاويات النفط بتكلفة تتجاوز $500 مليون لعمل تمديدات للميناء تصل إلى 15 مرساً لاستيعاب النمو المتوقع في حركة المرور، وبقدرة للتعامل مع 29 مليون طن سنوياً، وهو جزء من استثمار مشترك من قبل ميناء جيبوتي وشركة ميرشنز الصينية. الاختلاف بين الميناء القديم وهذا الميناء هو أننا غيرنا نظام التشغيل بالكامل. في الميناء القديم كان لدينا شركات خاصة تقوم بتشغيل الميناء ولكن لا تقدم أفضل الخدمات. في هذا الميناء الجديد وضعنا الكثير من الاستثمارات في البنى التحتية والمعدات ونظام التشغيل من أجل إدارة العملية بشكل كامل وتقديم خدمة أفضل للزبائن. وهذا هو سبب إدارتنا للميناء بشكل مباشر بدلاً من الاستعانة بشركات خاصة. وهذا اختلاف كبير من حيث الخدمة والجودة وأمان البضائع والإنتاجية. ما هي الخطط المستقبلية لهذا الميناء؟ المشروع القادم لهذا الميناء هو إنشاء رصيف جديد من أجل بعض البضائع التي لا يمكن تحويلها من الميناء القديم مثل الفحم والماشية.
يضاف إلى ذلك إنشاء منطقة حرة تقول جيبوتي إنها الأكبر في إفريقيا بتكلفة تبلغ 3.5 مليار دولار أنشأتها الصين ولحقت بها تركيا. ومع ازدياد حدة المنافسة وانفتاح جيبوتي على كل الدول للاستثمار على أراضيها، تصاعدت الخلافات مع الإمارات ووصلت ذروتها عندما قررت جيبوتي في العام 2018 تجريد شركة موانئ دبي من امتيازها بسبب تعارضه مع المصالح الأساسية للدولة على حد قولها. استند القرار على قانون أقره البرلمان في فبراير 2017 ومنح الحكومة سلطة إنهاء العقد مع مشغل الميناء في دبي. لجأت الشركة الإماراتية إلى التحكيم الدولي في لندن وكسبت الجولة بعد أن قضت المحكمة بأن حكومة جيبوتي تصرفت بشكل غير شرعي عندما أنهت العقد من جانب واحد في فبراير 2018. مبررات فسخ العقد مع شركة موانئ دبي تثير التعجب لفرط انتهاكه لسيادة جيبوتي. فأين كانت الحكومة قبل منح الامتياز بهذا الشكل من البداية عام 2006 وما قبل؟ قررت مواجهة ممثل حكومة جيبوتي الذي وقع العقد أبو بكر عمر الذي يشغل حاليا منصب رئيس موانئ جيبوتي. هل كنتم تتوقعون أن يصل الخلاف إلى المحاكم الدولية؟ Not really, because we were discussing with DP World almost 4 years. في الحقيقة لا. تفاوضنا مع شركة موانئ دبي قرابة 4 سنوات لحثهم على تغيير موقفهم والقبول بعمل تعديل طفيف على العقد بالطريقة الطبيعية التي أسست عليها الشركة وشكل بها مجلس الإدارة. Company are created, the normal way the board of directors are formed. وبالطريقة المعتادة لأصحاب الأسهم الأكبر كأصوات أغلبية في المجلس. لكن في هذا العقد كان العكس، حيث نص على أن حكومة جيبوتي لا يحق لها تطوير أي بنى تحتية بحرية أو أي موانئ على طول الساحل الجيبوتي كاملا ولمدة 50 عاما. لذلك لم يكن هذا مقبولا من قبل الحكومة. كيف لشركة أن تعيق مستقبل شعب بأكمله أو أن تأخذه رهينة لديها لمدة 50 عاما؟ لذلك حاولت حكومة جيبوتي تصحيح الوضع، لكن موانئ دبي رفضت ذلك بشكل قاطع وقالت إن هذا العقد جيد وسنبقي عليه هكذا. إذا كان العقد منذ البداية فيه هذا الانتهاك لسيادتكم، السؤال لماذا قبلتم؟ لماذا وقعتم منذ البداية؟ كما تعلمون، عندما تتفاوض للمرة الأولى حول عقد لبلد صغير ومع خبرة قليلة تحدث مثل هذه الأخطاء. لكن إن وقع ذلك مع شريكك بحسن نية فيجب أن تجلس سويا وتصحح الوضع في اللحظة التي تدرك فيها أن العقد غير موزون وغير عادل لشعبك. فقط عد إلى شريكك واطلب منه تصحيح بعض البنود في العقد. أحد المصادر أخبرني أن جيبوتي استعانت بشركة محاماة دولية لأخذ مشورة قانونية قبل فسخ عقدها مع شركة موانئ دبي. بحسب المصدر، أمضى مكتب المحاماة الدولي أشهراً عدة في جمع الأدلة لإثبات أن موانئ دبي رفضت طلبات من شركات توريد لاستخدام ميناء دوراليه للحاويات في جيبوتي. تشير بعض هذه الأدلة إلى أن الشركة الإماراتية اعتادت الادعاء بأن القدرات اللوجستية في محطة دوراليه قد تم تجاوزها، وتطلب من شركات الشحن إعادة توجيه شحناتها إلى الإمارات عبر ميناء جبل علي وميناء خالد في الشارقة. الأمر الذي أكده رئيس موانئ جيبوتي.
من الواضح أن هذه استراتيجية شركة موانئ دبي. عندما تكون مشغل موانئ دولي في منطقة واحدة، من الطبيعي كما هو حال شركات تشغيل الموانئ الكبيرة ألا تأخذ أكثر من ميناء واحد في نفس المنطقة. لكن ما تقوم به موانئ دبي هنا في البحر الأحمر أنها أخذت أكثر من 5 موانئ. الدليل الآخر أن ميناء الحاويات الذي ينازعون عليه اليوم بني في عام 2008 مع سعة 1,600,000 حاوية. قبل إنشاء هذا الميناء بين 2006 و2008 كانت الطاقة الاستيعابية لتجارة إثيوبيا وجيبوتي تقدر ب150,000 حاوية. لماذا إذن أنشأنا هذا الميناء بطاقة استيعابية تعادل 11 ضعف هذا الرقم؟ بالتأكيد لأننا استهدفنا نشاط إعادة الشحن الدولي. وبالفعل بدأنا هذا النشاط، وكانت السفن تأتي إلينا وتفضل إعادة نقل الحاويات من خلال جيبوتي. لكن موانئ دبي كانت تعارض ذلك برفع أسعار الخدمات المقدمة في جيبوتي فيما يتعلق بإعادة الشحن وتحويل البضائع. بعد مغادرتهم بأسبوع واحد من 22 من فبراير 2018 أرسلت لنا شركة BIL السنغافورية للشحن 300,000 حاوية لإعادة شحنهم. وهذا دليل آخر. من أجل زيادة 32% من أعمال الميناء عليك بالعمل الجاد والقيام بالتسويق المطلوب على مدار عام أو عام ونصف، وهذا ما حدث ببساطة. وهذا هو الدليل أن بعد مغادرتهم اتجه الكل نحو جيبوتي. مشكلتهم ليست حول هذا الميناء، إنما حول تطوير البلد كله، وهذا ما تناضل جيبوتي من أجله. بيانات تقرير البنك الدولي أكدت أيضاً أن عدد الحاويات التي تصل إلى ميناء دوراليه سنوياً لم يصل إلى سعته التخزينية المفترضة، أي 1,200,000 حاوية، وهو ما يفند أيضاً ادعاءات شركة موانئ دبي بأن القدرة الاستيعابية لميناء دوراليه قد تم تجاوزها. قمت بإجراء اتصال مع شركة موانئ دبي العالمية، وهي واحدة من كبريات شركات الموانئ وتدير عمليات في أكثر من 40 ميناء حول العالم، معظمها مراكز شحن مزدحمة مثل لندن وروتردام. ألو مرحبا. ألو. ست سناء مداد. أهلين. مديرة الاتصال بشركة موانئ دبي. أي تفضلي. أنا اسمي سلام هنداوي، وعم بعمل فيلم عن موانئ البحر الأحمر ومضيق باب المندب. ونحن بنعرف إنه شركة موانئ دبي مستحوذة على عدد كبير من الموانئ في هالمنطقة الاستراتيجية، وكان عندي بعض الأسئلة وحابة أسألهم لحضرتك. سوري سلام، حضرتك عم تعملي الفيلم لأي محطة؟ نحن قناة الجزيرة. اعتذرت المتحدثة باسم الشركة عن عدم إجراء المقابلة على الهاتف. ست سناء، صراحة أنا أجريت العديد من المقابلات في جيبوتي، في الصومال، وبهمني جدا أنه يكون موجود رأي الشركة. يعني هذه اتهامات موجهة لكم، وهي اتهامات كبيرة. انتم بصراحة أي مناولة الأخبار عم بتكون كثير نيجاتيف. أنا عم بعطيكي حق الرد. ابعتي لي أنت الأسئلة and we will take it from here. أنا رح أبعث لك الأسئلة. حبيبتي سلام، باي باي. شكرا جزيلا لتعاونك. خلال فترة إنتاج الفيلم لم نتلقى أي رد من شركة موانئ دبي على أسئلتنا، ومن بينها: لماذا رفضت الشركة إعادة النظر في بنود العقد التي تمنع جيبوتي من بناء وتطوير موانئ أخرى؟ ولماذا ازداد عدد السفن التي تصل إلى ميناء دوراليه للحاويات منذ فسخ عقد الشركة؟ وكانت الشركة الإماراتية قد أصدرت بيانات عدة استنكرت فيها قرار حكومة جيبوتي فسخ عقد ميناء دوراليه للحاويات، وقالت إن الحكومة سيطرت بطريقة غير شرعية على الميناء. منذ أن تم فسخ عقد شركة موانئ دبي تسابقت دول عدة مثل فرنسا وسنغافورة وكندا للاستحواذ على محطة دوراليه للحاويات، لكن من الواضح أن جيبوتي تثق في الصين. كما ترى الصين في جيبوتي بوابة تجارية هامة ضمن مشروعها الطموح طريق الحرير، ذلك المشروع الذي تضخ فيه الصين مئات المليارات للاستثمار في البنى التحتية العملاقة من طرق سريعة وسكك حديدية ومرافئ بحرية لأكثر من 65 دولة سيعبر من خلالها الطريق برا وبحرا، بدءا من جنوب المحيط الهادئ مرورا بدول الشرق الأوسط وشرق إفريقيا وصولا إلى أقصى شمال القارة الأوروبية.
مشكلة جيبوتي تأتي على الأرجح مما يمكن أن أصفه بانقلاب الجغرافيا السياسية في القرن الإفريقي. هذا الانقلاب بدأته الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا إسرائيل ومصر والسعودية والإمارات، والهدف هو منع تقدم الصين نحو إفريقيا، ونقطة الدخول الرئيسة بالتأكيد هي جيبوتي. معظم مشاريع إنشاء وتوسعة الموانئ استحوذت عليها الصين المنافس الشرس للإمارات في القرن الإفريقي، فكلاهما ينظر لجيبوتي كمفتاح من أجل الوصول إلى الدول الإفريقية الحبيسة. لم تكتفي الصين بتطوير البنية التحتية للموانئ والسكك الحديدية والمطارات في جيبوتي، بل قامت بإنشاء أول قاعدة عسكرية لها خارج حدود الصين. تضم جيبوتي أيضاً قواعد عسكرية لفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان ومنظمة حلف شمال الأطلسي الناتو، بالإضافة إلى قوات أجنبية أخرى لمكافحة القرصنة. كما كانت للإمارات قاعدة عسكرية قبل أن يندلع خلاف بين الطرفين، طردت على إثره الإمارات من جيبوتي، وأدى ذلك إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما. وكبديل عن القاعدة والميناء اللذين خسرتهما في جيبوتي، اتجهت الإمارات إلى إريتريا ووقعت اتفاقاً في 2015 تستخدم بموجبه ميناء ومطار عصب على البحر الأحمر لمدة 30 عاماً. وينص الاتفاق على أن تدفع دبي مقابلاً سنوياً للسلطات الإريترية إضافة إلى 30% من دخل الموانئ بعد تشغيلها. لكن صور أقمار صناعية حصلنا عليها كشفت أن المنطقة التي استحوذت عليها الإمارات منذ 2015 لم تخضع لأي أعمال توسعة أو إنشاءات لتطوير نشاط الميناء التجاري، بل تحولت إلى ثكنات عسكرية إماراتية تنطلق منها طائراتها ضمن عمليات التحالف السعودي الإماراتي في اليمن. ففي الصورة الملتقطة في 21 من نوفمبر 2018 لم نرصد أي وجود لحاويات أو سفن تجارية في ميناء عصب، وبدلاً من ذلك كانت هناك 13 سفينة، منها 11 عسكرية و2 للنقل الحربي. أما ميناء مطار عصب التابع للإمارات أيضاً فقد رصدنا فيه عشرات السفن أغلبها لعمليات النقل العسكري والباقي سفن قتالية. يضاف إلى ذلك ما أخبرتنا به مصادر خاصة بأن هناك سجناً سرياً يقع على السواحل الإريترية ضمن النطاق المستأجر بواسطة الإمارات. شهور عدة والاحتجاجات في السودان متواصلة، من مطالب الاقتصاد إلى دعوات رحيل النظام. فماذا فعل الحكم لحل أزمات الاقتصاد؟ وما جدوى قرار الرئيس إعلان حالة الطوارئ وحل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات؟ وهل تكفي هذه الإجراءات لاحتواء مطالب الشارع السوداني؟ احتجاجات السودان، للقصة بقية. غدا في 10:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة. هذا البرنامج برعاية الإجارة. أكد فريق تحليل صور الأقمار الصناعية وجود سجن في منطقة ساحلية بين ميناء ومطار عصب تبلغ مساحته 417 ألف متر مربع ويضم غرفاً تحت الأرض، وهو ما يعني احتمال استخدام السجن في عمليات الإخفاء القسري المتهمة بها الإمارات من قبل المنظمات الدولية، خاصة مع وجود تقارير حقوقية تستند على شهادات لأهالي الضحايا عن ترحيل معتقلين يمنيين إلى سجون خارج اليمن. ربما يكشف ذلك أيضاً الأهداف الحقيقية وراء سعي الإمارات إلى توسيع نفوذها البحري في منطقة باب المندب. تريد الإمارات نفوذاً بحرياً لها، وتحاول إما أن تضم الموانئ إليها أو أن تحل محلها.
لذلك تستخدم الإمارات كلا من القوتين الخشنة والناعمة، القوة العسكرية وقوة شركة موانئ دبي لتشتري هذه الموانئ. هي تستخدم القوتين ولديها أفضلية في ذلك. لذلك كلما تفتتت الشركات الإقليمية وانقسمت، وكلما افتقر النظام الإقليمي لسياسة موحدة، كلما زادت حدة التنافس على النفوذ. وعلى الرغم من أن الخارطة العسكرية في اليمن ليست ثابتة أو محسومة، فإن استماتة الإمارات لبسط نفوذها على باقي المدن اليمنية المطلة على البحر الأحمر باتت حقيقة لا تقبل الشك. وفق الخريطة فإن الإمارات تبسط سيطرتها على أغلب موانئ اليمن التجارية والنفطية في محاولة منها لتوسيع نفوذها على ضفتي مضيق باب المندب دون وجود أي منافس لها. لذلك لم يكن مستغرباً اندفاعها نحو الموانئ الصومالية أيضاً. توجهت إلى الصومال للاقتراب أكثر من هذه الموانئ والوقوف على حقيقة ما جرى من صفقات ترى الحكومة الصومالية أنها غير شرعية. كان من الملفت حجم التحديات الأمنية في شوارع مقديشو، فالتنقل يتطلب المرور عبر عشرات الحواجز العسكرية. يتمتع الصومال بأطول ساحل في إفريقيا، ويطل على المحيط الهندي وخليج عدن، ويبلغ طوله 3000 كيلومتر. تتوزع على سواحله 4 موانئ رئيسة هي ميناء العاصمة مقديشو حيث نقف، وميناء كسمايو في إقليم جوبالاند، وميناء بوصاصو في بونتلاند، وميناء بربرة في إقليم أرض الصومال. في سبتمبر 2014 انتقلت مهام إدارة ميناء مقديشو إلى شركة بيراك التركية بموجب عقد أبرمته الحكومة الصومالية لمدة 20 عاماً. بحسب الاتفاق فإن 45% من واردات الميناء مخصصة لتطويره وتوسيع خدماته أمام السفن التجارية لجذب حركة التجارة العالمية. أما ميناء بوصاصو وبربرة فقد استحوذت عليهما شركة موانئ دبي في صفقات حامت حولها الشبهات وأثارت خلافات حتى بين الصوماليين أنفسهم. تمكن فريقنا من الحصول على صور خاصة من المينائين الخاضعين للسيطرة الإماراتية. بربرة مدينة ساحلية تابعة لإقليم أرض الصومال المطل على خليج عدن بطول نحو 700 كيلومتر. أعلن الإقليم انفصاله عن الصومال عام 1991 ولم يحظى بأي اعتراف دولي، لكن الإمارات تتعامل مع الإقليم كدولة مستقلة ودون الرجوع للحكومة الفيدرالية في مقديشو. مشكلة دبي أن هناك شعورا بأنه إذا تمكنت الدول الأخرى المتنافسة في القرن الإفريقي من الخروج من هذا الصراع ستتنافس مع دبي في تطوير موانئهم. لذلك فإن الطريقة الوحيدة لإجهاض ذلك هي إما التحكم في هذه الموانئ أو ربطها مع دبي. في مايو 2015 وقعت الإمارات مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي لتطوير ميناء بربرة مع حق الوصول إلى مطار المدينة الساحلية المطلة على مضيق باب المندب شمالي غرب الصومال. كما تظهر صورة فضائية حصلنا عليها وجود قاعدة جوية وبحرية إماراتية إلى جانب المطار. فقد قبلت حكومة أرض الصومال في فبراير 2017 طلباً إماراتياً رسمياً للحصول على إذن لفتح قاعدة عسكرية لها في بربرة. جاء هذا الطلب في أعقاب الاستثمار الذي بلغت قيمته 442 مليون دولار لمدة 30 عاماً لشركة موانئ دبي، لتحصل الأخيرة على حصة قدرها 51% من المشروع، بينما تمتلك حكومة أرض الصومال 30%، وكان لإثيوبيا 19% قبل أن تنسحب لاحقاً.
اتفاق آخر أبرمته شركة موانئ دبي في إبريل 2017 مع إقليم بونتلاند شبه المستقل، حيث استحوذت الشركة الإماراتية على امتياز لمدة 30 عاماً بقيمة 336 مليون دولار لتطوير وإدارة ميناء متعدد الأغراض في مدينة بوصاصو التي تقع إلى أقصى الشرق من بربرة. قابلت وزيرة الموانئ والنقل البحري الصومالية مريم أويس جامع. هل كان لديكم علم حول اتفاقية ميناء بوصاصو وبربرة؟ أرنت دولة الصومالية waxay wax ka sheegi kartaa markay heshiis ay jirto marka ay goobjoog ka tahay. الحكومة الصومالية بإمكانها الحديث عن الموضوع عندما تكون طرفاً في الاتفاق، لكن نحن كحكومة فيدرالية سمعنا عبر المواقع الإلكترونية بأنه تم توقيع اتفاق بين موانئ دبي العالمية وبين إدارة سومرلاند بشأن ميناء بربرة، وبالتالي فإن الحكومة الفيدرالية ليس لها أي دور في الاتفاق. لكنك أنت رئيسة الموانئ في الصومال، ماذا يقولون لك مسؤول الموانئ هناك؟ أرنتن marka hore annaga haddii aan dowladda بما أنني وكيل وممثل للحكومة بشأن الموانئ، فقد فسرنا هذه الخطوة على أنها انتهاك صارخ لسيادة الصومال ودستور البلاد. وللعلم فالقضية ليست خفية أو طي الكتمان، حيث أكد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد الله فرماجو بشكل علني على ترحيبه بكل الجهات والمؤسسات المهتمة بالاستثمار في الموانئ. وهذا يعني أن تتصل تلك الجهات مع الحكومة الفيدرالية والوزارات المعنية. inay u soo maraan waxyaabaha ay qabanayaan. Waxaad aragteen in aan booqanay labada dekedood Hobyo iyo لعلكم تابعتم عبر وسائل الإعلام بأننا قمنا بزيارة إلى كل من ميناء هوبيو وبروي مع وفد كبير من دولة قطر بهدف الاستثمار وتطوير عدد من الموانئ. قد وضع الرئيس حجر الأساس لميناء هوبيو، وكنا نبحث عن شركاء لتطويره، لكن الآن هناك خطة من المتوقع أن تقوم بها دولة قطر لتطوير الميناء. علما أنها قامت بالتنسيق والتعاون مع الحكومة الفيدرالية بشأن الموضوع. وهذا ما نريده من كل الجهات المهتمة بالاستثمار في الصومال. qaabka aan u rabno inaan waxna loogu sameeyo runtii wada shaqaynta waa noocaas marka heshiis laga wado. على عكس الشركات التركية والقطرية التي تستثمر في موانئ الصومال بالتنسيق مباشرة مع الحكومة الفيدرالية في مقديشو، يرى الصومال أن الإمارات عبرت إلى موانئه من الأبواب الخلفية. فمع ظهور الخلافات بين الإمارات وجيبوتي على ميناء دوراليه للحاويات، بدأت المفاوضات سراً بين شركة موانئ دبي وإقليم أرض الصومال في يونيو 2013 عبر رجل الأعمال الجيبوتي عبد الرحمن محمود بوريه، الذي لجأ إلى الإمارات بعد نشوب خلافات بينه وبين حكومة جيبوتي. عبد الرحمن بوريه وهو رجل أعمال جيبوتي، قد سبق أن أدار ميناء جيبوتي. علاقته بميناء بربرة هي علاقته مع زوج ابنة الرئيس السابق لأرض الصومال، وكان ممثل الصوماليلاند لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. وبما أن عبد الرحمن بوريه ارتبط بالإمارات وبمشروعها في إدارة ميناء جيبوتي، كانت له علاقة مع هذا الرجل وكان له دور كبير في إتمام الصفقة، ولذلك كان يريد أن يتولى إدارة ميناء بربرة. لكن وزير خارجية الصوماليلاند في تلك الفترة أحمد بيحي اقترح أن يعطى الصفقة لشركة بورولي أفريكان لوجيستيك، وهي شركة فرنسية بدلا من موانئ دبي. وقد سبق أن وقعت هذه الشركة مذكرة تفاهم مع أرض الصومال
في فبراير عام 2013 على أن يتم توقيع اتفاق كامل في مايو من نفس العام. ومع ذلك لم تلتزم حكومة إقليم أرض الصومال بمذكرة التفاهم مع الشركة الفرنسية، ومنحت امتياز ميناء بربرة لشركة موانئ دبي في اتفاقية وصفت بالسرية. فقد أخفى الرئيس السابق لأرض الصومال محمد أحمد محمود الملقب بسيلانيو وثيقة الاتفاق الأصلية عن برلمان أرض الصومال، وقدم بدلاً منها ورقة بدون توقيع ومترجمة إلى اللغة الصومالية. علمت من مصادر حكومية مطلعة أن الرئيس محمد عبد الله فرماجو طلب شخصياً 3 مرات من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الاطلاع على الاتفاق الأصلي، لكن طلبه قوبل بالرفض، الأمر الذي أثار تساؤلات عن أسباب إخفاء سيلانيو للوثيقة الأصلية. أول شيء أن زوج ابنتي متورط في هذه الصفقة، ويقال إنه تلقى ملايين الدولارات من هذه الصفقة، وكان ممثل الصومالي لاند في الإمارات في تلك الفترة، وكان لاعب أساسي لاعب أساسي في تنفيذ هذه الاتفاقية وكل الإجراءات المتعلقة بهذا الاتفاق. السبب الثاني هو أن هناك الكثير من التنازلات لصالح الإمارات. هذا جعل الرئيس أرض الصومال لا يعرض الوثيقة الأساسية التي تم التوقيع عليها على البرلمان. حتى البرلمان ناقش على هذه المسألة بشكل كبير، وحدثت مشاهدات كلامية بين النواب بخصوص الموضوع. هل هناك من عارض في صومالي لاند هذه الاتفاقية مع الإمارات؟ نعم. من الشخصيات التي عارضت هو يعني رئيس أكبر حزب سياسي الذي تنافس في الانتخابات الأخيرة مع الرئيس الحالي، وهو عبد الرحمن عرو الذي هو يترأس حزب الوطني، وهو حزب كبير جدا. حتى عندما كان رئيسا لبرلمان صوماليلاند ناقش عند مناقشة النواب على هذه المسألة عبد الرحمن حدث بينه وبين نائب آخر مشادات كلامية واشتباك بالأيدي. صحف صومالية اتهمت عددا من المسؤولين السابقين في الحكومة الصومالية وحكومة أرض الصومال وبرلمانيين سابقين بتلقي رشا من الإمارات مقابل موافقتهم. بغض النظر عما إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة أم لا، فقد أضفت مزيدا من الشكوك على الاتفاقية برمتها والكيفية التي تمت بها وعلاقة رئيس أرض الصومال السابق محمد سيلانيو وعائلته بذلك. عزز من هذه الشكوك قيام فريق الرصد التابع للأمم المتحدة في إريتريا والصومال بفتح تحقيق في العقد الممنوح لشركة موانئ دبي وما حوله من شبهات فساد مالي من قبل عائلة سيلانيو، بما في ذلك زوجته وصهره. أثناء رحلة تحقيقنا في ملابسات الاتفاقية لفت انتباهنا أن شركة تحويل أموال تدعى دهبشل مقرها الإمارات ويمتلكها رجل أعمال من إقليم أرض الصومال يدعى عبد الرشيد ديولي كانت من أكثر الداعمين لإتمام صفقة ميناء بربرة لصالح شركة موانئ دبي باعتبارها مكسباً اقتصادياً للإقليم. الغموض الذي شاب صفقة ميناء بربرة وما أثاره من جدل قد تفسره الروابط التي تلتف حول الرئيس السابق سيلانيو وما كان لمؤسس دهبشل محمد ديولي من علاقات داخل حكومته. فأحد وزراء حكومة أرض الصومال كان رئيساً تنفيذياً سابقاً لشركة دهبشل، والذي تولى منصبه الحكومي في الفترة بين 2010 و2017، أي خلال فترة رئاسة سيلانيو.
ولم تخفي دهبشيل دعمها لشركة موانئ دبي، بل باركت إتمام صفقة ميناء بربرة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت. هذه المعلومات قد تحل لغز الاتفاقية وسريتها. تبين في بحثنا أن شركة دهبشيل خضعت لمراقبة دقيقة على خلفية اتهامات بتمويل الإرهاب وعمليات غسل الأموال، بل إن أحد موظفيها انتهى به المطاف في سجن غوانتنامو. وعلى إثر ذلك قطع بنك باركليز البريطاني علاقته مع دهبشيل عام 2013. قبل ذلك بعامين استأجرت دهبشيل شركة تدعى بيل بوتينغر لتنظيف سمعتها عبر الشبكة العنكبوتية بعد سجن موظفها في غوانتنامو. وعملت بيل بوتينغر على طمس أي معلومة تربط دهبشيل بغوانتنامو في محرك البحث جوجل لأول 20 صفحة لنتائج البحث. حلت شركة بيل بوتينغر نفسها في عام 2017 بعد فضيحة قيامها بأعمال غير أخلاقية تتعلق بتلاعب ببيانات البحث على الإنترنت. وقد اعترف بهذه الأعمال أحد مديريها التنفيذيين في تصوير سري لمؤسسة التحقيقات الصحفية في لندن. جاء إلينا عميل في فترة سابقة يدعى دهبشيل، وهي أكبر شركة لتحويل الأموال في القرن الإفريقي. كانت مشكلتهم أنه عندما تقوم بالبحث على جوجل عن اسم الشركة، فإن أول 5 أو 10 صفحات كاملة كانت عن قضية موظف سابق لديهم معتقل في سجن غوانتنامو. بعد 3 أشهر من الاتفاق معهم لن تجد في أول 20 صفحة أي خبر عن القضية. ليس ذلك وحسب، شركة أخرى تدعى SCL استأجرتها شركة سومتل للاتصالات في الصومال والمملوكة لدهبشيل، حصلت في أكتوبر 2017 على عقد بقيمة 330 ألف دولار من الإمارات لتنظيم حملة تسويقية لحصار قطر تستهدف وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية. أرسلت رسالة إلكترونية لشركة دهبشيل للتعليق على هذه المعلومات ودورهم في صفقة ميناء بربرة، لكننا لم نتلقى أي رد من طرفهم. قد تفسر هذه المعلومات انهيار العلاقات بين مقديشو وأبو ظبي حين اتخذ الصومال موقفاً محايداً من الأزمة الخليجية التي نشبت في عام 2017. توجهت إلى وزير خارجية الصومال أحمد عيسى عوض الذي كان قد دعا شركة موانئ دبي إلى مراجعة عقدها مع أرض الصومال والعمل مع الحكومة الفيدرالية لتطبيع العلاقات بين مقديشو وأبو ظبي، فيما يبدو أنها دعوة إلى تقنين وضع الشركة الإماراتية وليس طردها نهائياً من الصومال. هل أنتم منزعجون من الإمارات لأنكم لم تكونوا جزءاً من الاتفاقيات، أم لأن الإمارات قامت بالاتصال المباشر مع الأقاليم دون الرجوع للحكومة الفيدرالية في مقديشو؟ أيوة، مثل ما وضحنا لما أعلن الاتفاقية، نحن قلنا نحن بنرحب أي عمل تنموي في أي إقليم في الصومال، لكن هذا لن يحصل إلا بمعرفة وموافقة الحكومة الفيدرالية. لكن هناك أسماء صومالية متورطة في التوقيع على هذه الاتفاقية. شركة موانئ دبي لم تعلنها دون أن تأخذ أو تضع إطار قانوني لها. لا، نحن نعتبر هذه الاتفاقية لاغية غير صالحة وغير مبنية على إطار قانوني. هل حاولت السعودية أن تلعب دور الوسيط بين الصومال والإمارات رغم موقفكم المحايد من الأزمة الخليجية؟ الأخوة السعوديين قالوا نحن سنتدخل، ونحن قبلنا، يعني رحبنا هذا، فكان وعد أنه سيتدخلوا، وهذا قبل يعني 6-7 شهور يعني، فما زلنا يعني صبورين.
حاول الموقف الرسمي الصومالي النأي بنفسه عن الأزمة الخليجية وحصر خلافه مع الإمارات بالوضع القانوني لشركة موانئ دبي، لكن على ما يبدو كانت انعكاسات الأزمة الخليجية أكبر وساهمت في تفاقم الاحتكاك بين مقديشو وزعماء الأقاليم البحرية، ما أعطى مثالاً واضحاً على تأثير الاستثمارات الأجنبية على دول القرن الإفريقي وسياساتها الداخلية والخارجية. لديك أقاليم تدعم الإمارات لأسباب مالية أو اقتصادية منفصلة، بينما تصطف مقديشو إلى جانب قطر وتركيا. لذلك هناك فريقين مختلفان يدعمان لاعبين مختلفين. بالنسبة لجيبوتي فقد أصبحت هدفا رئيسا للإمارات بسبب الرغبة في توسيع تجارتها وسياستها الخارجية البحرية وتأمين مصالحها الأمنية. وبالمناسبة هذا الأمر ليس قاصرا على القرن الإفريقي فقط، لقد بدأ من ليبيا وموانئها. ستجدين نفس اللاعبين الدوليين يتنافسون ضد بعضهم البعض حتى في ليبيا، لذلك التنافس يبدأ من ليبيا وعلى طول الطريق إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي وحتى كيسمايو على طول الحدود مع كينيا. إنه نفس التنافس الذي حدث في القرن التاسع عشر على القواعد العسكرية والموانئ يحدث الآن. هل تعتقدون أن الإمارات تحاول عزلكم عن محيطكم بإيجاد منافسين مثل ميناء بساسو وفي الصومال وفي إريتريا؟ هل تعتقدون أن الهدف من إنشاء موانئ في تلك المناطق هو الكيد لجيبوتي؟ نعم، هذا ليس لعزل جيبوتي فقط، بل لعقاب جيبوتي. لذلك يقومون بما يقومون به الآن، لأنه كما أخبرتك سابقا لا حاجة لمشغل ميناء أن يستحوذ على 5 أو 6 أو 7 موانئ في نفس المنطقة في خليج عدن والبحر الأحمر ليتنافسوا ضد بعضهم البعض، لكن دعهم يفعلون ذلك. نحن مستعدون لهذا النوع من المنافسة ولا نخاف منها، سعداء بالعمل في البحر الأحمر سواء في نشاط إعادة الشحن أو نقل البضائع للدول المجاورة. كشف سباق القواعد العسكرية الأجنبية في القرن الإفريقي كيف أصبحت صفقات الموانئ التجارية تقريباً مجرد مدخل لبناء تلك القواعد. فإلى جانب القواعد الأجنبية في جيبوتي وقواعد الإمارات في كل من إريتريا وإقليم أرض الصومال الانفصالي، باتت لتركيا أكبر قاعدة عسكرية خارج حدودها في مقديشو، ودول أخرى في الطريق، وهو ما أكسب موانئ القرن الإفريقي أبعاداً أمنية ليس فقط لموقعها الاستراتيجي بين طرق التجارة البحرية، ولكن أيضاً لقربها من الصراعات الإقليمية. ومع هذا السباق المحموم تبدو منطقة القرن الإفريقي ذاهبة إلى مزيد من العسكرة والنفوذ الأجنبي على حساب استقرار دول القرن، لتتحول معه إلى مجرد ساحة لتقسيم النفوذ بين المتنافسين، هذه لك وهذه لي. The two different camps supporting different actors. هل حاولت السعودية أن تلعب دور الوسيط بين الصومال والإمارات؟ If the other conflict